بن بيتزا اللي تقدري تحضريها غير من دارك تجي كراف بنينه مع واحد المكون السحري اللي حيخلي لها هذيك الخفه والطراوه. مالك غير تجربيها باش تذوقي البنه. الا ما كنتي دايرت لي ابوني ديري لي المزيد من الوصفات. دوكا نروح نحضروها كيف. اول حاجه واش عندنا في ريسيبيون كاس تاع الحليب اللي يكون دافي مع مغرفه كبيره سكر، مغرفه كبيره خميره الخبز، والمكون السحري هو مغرفه كبيره تاع لا مايونيز تعتبر محسن للعجينه، فيها الخل والبيض مع مغرفه كبيره تاع زيت الزيتون. نخلطوا مليح هاد المكونات ونطموه بالفرينه اللي كنا غربلناها من قبل مع مغرفه صغيره ملح ونص باكي ليفر. نكملوا نخلطوهم ونعجنوهم حوالي 2 دقائق هكاك حتى تلم لنا كامل لاباط وتكون هكايا خفيفه. نحطوها تاني داخل الريسيبيون ونديروا لها الزيت من الفوق ونخلوها تخمر حوالي 45 دقيقه حتى يتضاعف الحجم تاعها كيما راكم تشوفوا. بعد ما ضاعف لي الحجم تاعها ديغازيتها، وهاد الكميه تاع المكونات اللي قلت لكم خرجوا لي 2 خبزات. حليتها الخبزه الاولى هكايا جاتني كبيره، درت لها كامل لاصوص طوماط ومن بعد قعدت نزيد لها هكا في لي زانغريديون. نتوما واش كان عندكم في الدار ديروا لها. انا درت لها هكا فلفل حلو، بصل، شويه فيوندا، شي ما درت لها المرقاز وزدت لها الطون. وانتوما قلت لكم واش يكون عندكم في الدار. ندخلها في فرن تخمر قبل على 180 درجه غير تحمر لي من تحت. نزيد نشعلها من الفوق باش يذوب لي هذاك الفورماج. وهاي كيفاش جات. ما تنساوش تخلوا لي رايكم في لي كومونتير. باي، نتلاقاو في وصفه جديده.